أنا بقرأ مقالات من موز و A.H. شريفس وكورسات تانية لجزء معين، يعني بتعلم من كذا مصدر للكيورد ريسيرش، وبعد كده أطبق على موقع تجريبي كده كويس. ومعلش رشح لي أداة مجانية للكيورد ريسيرش تظهر السيرش فوليوم والترافيك بوتنشال وصعوبة الكلمة الرئيسية. بالنسبة للسؤال ده فخلينا نجاوب على كل جزء منه بشكل منفصل. أول حاجة الموضوع بتاع السيرش فوليوم والترافيك بوتنشال، فإحنا عندنا أكتر من تول هنا. طبعا اشهرهم بلا اي استثناء وزي ما انت ذكرت برضو عندنا موز وعندنا اي اتش ريف وعندنا سيمرش وعندنا اوبر سجست وغيرهم، ولكن ادق حاجه ممكن تعتمد عليها هي كيورد بلانر. وده لان كيورد بلانر تبع لجوجل اللي هم اصلا صحاب السيرش انجن اللي اسمه جوجل، فبالتالي من البديهي ان هم يكون عندهم ادق داتا ممكن تكون موجوده. بالاضافه برضو الى ان كل تول بتستعمل ماتريكس معينه مختلفه عن التولز التانية، وعشان كده ممكن تلاحظ في اوقات كتير انك لما بتشوف السيرش فوليوم او الترافيك بوتنشال من اكتر من تول بتلاحظ ان الارقام فيهم مختلفه عن بعض. وبالنسبه للجزء الثاني الخاص بقراءه المقالات، فهو لما نيجي نتكلم عن السيرش انجن اوبتمايزيشن فاهم مقياس لازم تكون عارفه هو ان انت تجرب بنفسك. لازم تكون عارف ان كل الحاجات اللي انت بتقراها دي في اوقات كتير هتلاحظ ان هي بعيده عن الصحه تماما، والناس اللي شغاله من زمان وقرأوا مقالات وطبقوا بايديهم هيلاحظوا ان الامور مختلفه. الامور مش بالبساطه اللي انت بتشوفها في المقالات اعمل 1+1=2. الامور مش بالبساطه اللي انت بتاخد معلومه بتروح تطبقها بتلاقي نتيجه واحده، لان عندك كميه كبيره جدا من الرانك فاكتورز بتخلي ان انت صعب جدا تقدر توصل لنتيجه بناء على مجرد قراءه مقال بس. وعشان كده دايما انا مش بكون من انصار مجرد قراءه المقالات، بل المقياس بالنسبه لي لخبره الشخص هو ان هو يكون جرب بنفسه. وعشان كده الشخص اللي بيكون بس قارئ ده ما تعتمدش عليه. ممكن يكون كويس بيعرف يوصل لك المعلومه، بيعرف يتكلم، بيعرف يفيدك، بيعرف يجاوبك على سؤال، بس لما نيجي عند موضوع التجربه فهو اكبر مقياس بتحدد بيه خبره الشخص، وده اللي المطلوب منك تعمله انت كمان. فبالتالي الخطوه اللي انت عملتها وانك عملت موقع تجريبي كانت خطوه موفقه جدا. ولو عندك سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لاكتر من 15,000 عضو على الواتساب او على الفيسبوك في Advanced Digital Marketing Community.